في الفيديو ده هقول لكم ازاي نستغل رمضان صح الصح. زي ما هنخسر سيئات كتير كمان هنخسر دهون كتير. تابعوا معايا الفيديو. خلينا نطلع من رمضان بشيب احلى، بصحه احلى، بلياقه احلى. بما ان رمضان كده كده احنا صايمين، كده كده احنا اصلا ماشيين على نظام الصيام المتقطع بس بطريقه مش بارادتنا. تعالوا بقى نستغله صح. اول حاجه خلي جسمنا يحرق من الدهون اللي فيه علشان يقدر يقوم بطاقته ونشاطه اليومي الطبيعي. طبعا هو في الاول هيحصل كده هرم اللي هو يا عم انت انا عايز اكلي اللي انا متعود عليه، بس ولا يشغلنا الكلام ده، يعني الجوع ما بيقعدش. هيحصل لجسمك حاجه اسمها فات اكلايماتيزيشن، اللي هو جسمك بيتعود وبيتاقلم ان هو يحرق من الفات الموجوده فيه. اول رمضان بنبقى دايخين جدا في الصيام وتعبانين جدا ومش قادرين نتحرك، مش قادرين نروح شغلنا، ما بيبقاش فيه باور خالص. بنيجي في نص رمضان بيبقى الدنيا ابتدت تتظبط شويه، بنقدر نتحرك اكتر، بنقدر ان احنا نروح شغلنا، يعني الدنيا بتتظبط اكتر. نيجي على اخر رمضان احنا تقريبا ما بنفتكرش اصلا احنا امتى هنفطر، يعني بنعمل كل اللي احنا عايزينه وما بنبقاش فاكرين اصلا ان احنا صايمين. لو مشينا على اللي انا بقوله بالظبط انا ضمنت لنفسي ان انا على اخر شهر رمضان هكون ظبطت جسمي جدا. اول ما اكسر صيامي انا بكسره بتمره او 3 مش اكتر من كده. بعدين باخد معاه حبه ميه او نص كوبايه لبن. بعدها انا بتملكع بقى شويه، اروح اصلي، اشوف كام حاجه كده، المهم اتملكع اي حاجه. برجع اكمل فطوري، بس بكمله بقى ان انا ما دبهاش قوي، ابقى حاطط في دماغي ان انا هتمرن فما دبهاش قوي واملى معدتي واجي بعد كده اتمرن اكون مش قادر. بفطر ازاي بقى؟ بفطر على بروتين وبالكميه اللي انا عايزها، من غير كميات اللي انا هقوله ده، من غير كميات خالص. باخد بروتين، باخد معاه خضار برضو بالكميه اللي انا عايزها، معاه طبق شوربه. مستحسن ان انا ابتدي اول حاجه بطبق الشوربه. هقول لكم امثله كتيره جدا للشوربه. مثلا ممكن معايا عدس، شوربه عدس، ممكن شوربه حمص، ممكن شوربه خضار، ممكن شوربه لحمه. يبقى ببتدي اول حاجه بالشوربه والبروتين وبعدها الخضار، ده على الفطار. واحط في بالي ان انا برضو ما املاش معدتي. طبعا الناس اللي هي الجامدين جدا جدا اللي هم اول ما بيكسروا صيامهم بالتمر والميه او اللبن بيروحوا يتمرنوا وبعد كده بيرجعوا بعدها بساعه يفطروا، ده طبعا الاحسن. بس لو انا مش قادر بقى خالص بقى وفي عزومات عيله بقى والجو ده، فقشطه انا ممكن ان انا اكسر صيامي واتملكع زي ما قلت، وبعدين اخد البروتين الشوربه والبروتين خضار، وبعد كده انزل اتمرن. دي حاجه، ده على الفطار. طبعا الفتره اللي ما بين الفطار لحد السحور انا ماسك نفسي يا ريت امسكوا نفسكم، بلاش ابقى رايح جاي على الحلويات ورايح جاي على الكنافه ورايح جاي على بلاش. انا على قد ما اقدر احافظ او اعود نفسي ان انا ما ابقاش مشتهي اي اكل اشوفه. بجد لو عايزين تظبطوا جسمكم لازم تظبطوا ده. من الفطار بقى للسحور احاول على قد ما اقدر اشرب ميه كتيره جدا، سوائل سخنه زي ما انا عايز. بلاش العصاير اللي مليانه براميل سكر، دي كارثه. انا ممكن اشرب العصاير بس اهم حاجه تكون سكر دايت او معلقه عسل نحل، بس يكون نوع مضمون، يعني يكون نوع كويس. لكن بلاش براميل السكر اللي احنا متعودين عليها بقى. افضل عصاير انا ممكن اشربها الكركديه والليمون بالنعناع. الليمون بالنعناع ده جامد جدا يعني. وطبعا اي عصير انا ممكن اشربه من بتاع رمضان اللي بنحبهم، بس اهم حاجه زي ما قلت يبقى بسكر دايت يا اما معلقه عسل صغيره. نيجي بقى للسحور، انا هاكل فيه برضو الكميه اللي تقدر تغطيني لتاني يوم. مش بس كميه، نوع الاكل، يعني لازم احافظ كمان ان نوع الاكل يقدر ياخد وقت طويل في الهضم. فول، زبادي، بس بلاش الزبادي العاديه، خلينا في الزبادي اليوناني لانها بروتين اكتر. جبنه قريش حلوه جدا 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 في السحور. بيض، وعلى فكره احنا ممكن نعمل البيض اومليت ونعمله بزبده عادي، او ممكن ناخد الوجبه اللي احنا فطرنا بيها هي تبقى الوجبه بتاعه السحور، ما فيهاش اي مشكله. بس في حاجه لازم اخد بالي منها كويس قوي، ان انا ازود جدا جدا في الخضار وفي الفاكهه. ليه بقى؟ لان الخضار والفاكهه فيهم ميه كتير جدا، فده هيساعدنا لتاني يوم. يبقى احنا كده عرفنا انا بكسر صيامي بايه وبفطر ازاي، والكميه طبعا اللي انتوا عايزينها. انا عايزاكم تقوموا شبعانين لانها الوجبه الوحيده اللي احنا هنعتمد عليها، مش هناكل تاني خلاص. وبعد كده بنتمرن، ولو ناس عايزه تتمرن بعد ما تكسر صيامها على طول مفيش مشكله،
يبقى احسن، بس بعدها بساعه باكل، ده لو عايز يخس. ومن بعد الفطار لحد السحور هناخد ميه كتير جدا، والعصاير اللي انا عايزها، بس زي ما قلت لكم بسكر دايت يا اما عسل نحل. وبعد كده برضو بتسحر برضو بالكميه اللي انا عايزها لحد ما اقوم ان انا شبعان خلاص مش عايز تاني. الموضوع بسيط جدا. انا بقى هستنى منكم في الكومنتس تحت كل حد يقول لي وزنه كان قد ايه قبل رمضان، وياخد مقاس المحيط بتاع بطنه من عند السره، من عند السره هنا بالظبط، باخد مقاس بطني كده بالظبط، ويكتبوا لي برده في الكومنتس تحت علشان اخر رمضان نشوف احنا بدأنا ازاي ونهينا ازاي. وزي ما انا اتفقت معاكم ان كل اخر فيديو هيبقى فيه كام اكسرسايز كده للناس اللي قاعده في البيت مش بتنزل. يلا تابعوا معايا. النهارده هنتمرن ابر، وممكن استخدم ازازتين ميه كده صغيرين. لو انا كنت بتمرن قبل كده فممكن قشطه استخدم ازازتين كبار. اول حاجه هرفع ايدي للجنب كده، هعملها 15 عده 3 مرات، وبعدين هرفع ايدي فرونت شولدر برضو هعملها 15 عده 3 مرات، وبعدين بريس 15 عده 3 مرات. هنزل بدغري وجزء صغير كده برجلي، ايدي هتبقى تحت، وهرفع ايدي للجنب برضو 15 عدة 3 مرات. بعدين كل حركة من اللي انا عملتهم هثبت اخر كل تمرينة. يعني انا عملت سايد فهثبت ايدي وعد 15 ثانية، وبعدين في الفرونت هثبت ايدي برضو 15 ثانية، وفي البريس هرفع ايدي واخد البوزيشن صح واثبت ايدي 15 ثانية، وبعدين هنزل تحت وهرفع ايدي واثبت 15 ثانية، برضو هرفع ايدي كده زاوية 90 درجة، وهشد دراعي لحد فوق، هنزل تانية وهنزل فوق وهنزل، كلهم 15 عدة في 3. برضو هرفع ايدي لحد فوق وهنزل، هعمل سيركل فوق وهنزل، برضو هاخد تمرينة للباي، هرفع ايدي تانية، هنزل ايدي تانية وهنزل، برضو التراي هرفع ايدي لفوق وهتبقى ورا. اهم حاجة ايدي تبقى مقفولة، كوعي يبقى مقفول، وورا هطلع لفوق، هنزل وهطلع، كلهم 15 عدة في 3. برضو هاخد التراي بزاوية تانية، وهشد دراعي لفوق قدام فوق، وبكده احنا اخدنا كذا تمرينة للأبر. بيها نقدر نشد جسمنا، هنستفاد جدا منهم. وهستنى منكم الكومنتس تحت ومقاس البطن زي ما اتفقنا، وكمان اعملوا بقى لايك علشان الفيديو يوصل لاكتر حد، وكمان اعملوا شير وسبسكرايب وكده يعني.